راني حابكم تسمعوا هذا السؤال، يعني احنا نقراه، لأني لما قرأته بكيت، بكاني هذا السؤال. حبيتكم تسمعوه مليح باش تعرفوا باللي الجزائر هذه ما زال فيها الخير الكبير، والله بلاد الخير وبلاد البركة وبلاد النية وبلاد الصدق. سمعوا هذا السؤال وانتم ما جاوبوا عليه. سائلة من العفرون تقول: وجدت رقما مجهولا في هاتف زوجي، وجدت رقما مجهولا في هاتف زوجي، ولما استفسرته عن صاحبته، هاك رحت قبالة قالت له شكون مولاته، ما جاتش كاع في راسها بلي بالك مولاه راجل صاحبه، قبالة عندها الشك. ولما استفسرته عن صاحبته لم يخبرني شيئا. راحت ليه قالت له التليفون تاع شكون هاد المرأة، لم يخبرني شيئا، لكن نهاني بشدة عن الاتصال به. نهاها بقوة: إياك ثم إياك ثم إياك تتصلي بهذا الرقم وتحاولي تعرفي شكون. لكنني نهاني بشدة عن الاتصال به، وأقسم، شوف، وأقسم أني محرمة عليه إن أنا اتصلت بذلك الرقم. لكنني هاكو تعرفوا قالها ما تتصليش حتى وصل أني نحرمك، أني نطلق، يعني أنت حرام علي. لكنني اتصلت، شك بليس كاينة، جا عمر لها قلبها عمر لها، لكنني اتصلت خفية عنه ولم أقدر على عدم الاتصال كما أمرني. وكانت المفاجأة ها هي أني وصبت. شوفوا شكون الرقم هذا تاع من وراجله وش كان يدير. ولم أقدر على عدم الاتصال كما أمرني. وكانت المفاجأة أني وجدتها عجوزا هارمة طاعنة في السن، ليس لها من يخدمها، تكاد تكون مقعدة من المرض. أعطاها رقمه لتتصل به حتى يقوم بشراء بعض حاجاتها وأغراضها وتوصيلها لها كالماء والدواء، ويدفع لها أجر الكهرباء. والعجيب يا سيدي أني وجدتها لا تعلم عنه شيئا، فقط تتصل به من أجل أن يوصل لها الأغراض، لأنها تسكن في عمارة ولا تستطيع أن تتحرك. وندمت على الاتصال وأنا نادمة. سؤالي: هل أنا محرم عليه كما أقسم؟ وهل من نصيحة لهذا الرجل؟ كيف نصيحة لهذا الرجل؟ هل من نصيحة ليك أنت؟ هذه النصيحة نقدمها لك أنت يا خشينة الرأس. كيف راجلك قال لك ما تتصليش بهذا الرقم، ما تحاوليش، ما تحاوليش تعرفي، وعلاه رحتي تخربي له في الهاتف تاعو؟ علاه؟ هذا راجل وعنده هاتف ولازم يكون عنده أرقام، علاه باقية تخربي وتخربي وانت كي تشوفي راجلك الحمد لله. وزيد قال لك ما تروحيش تحقي، يعني الصبري، وكلي أمرك لله حتى وصل حرمك. علاه؟ أو حب يدير حاجة بينه وبين ربي، كان داير حاجة بينه وبين ربي. عجوزة كبيرة مريضة هارمة، هاي مرته راحت وشافتها هارمة ماشي قادرة تتحرك، ما تعرفش كاع الراجل على باش كاع شكون هذا الراجل، واش يكون شرطي ولا مهندس ولا طبيب ولا تاجر، وين يسكن، مزوج ماشي مزوج، عجوزة كبيرة ما عندهاش من يخدمها. هذا الراجل كيعرفها راح ليها قال لها يا يما ها هو الرقم نتاعي، كي تحقي حاجة عيطي لي. مسكين باش يخدمها، مرة يطلع لها الماء، مرة يخلص لها الكهرباء، مرة يا وليدي خصني الدواء، مرة روح ديني للمستشفى، ما عندهاش مسكينة، ما عندهاش. روحتي تحقي
كي عرفتي الحقيقة. الآن كي عرفتي الحقيقة تزيدي تقولي هل من كلمة لهذا الرجل؟ نقول له بارك الله فيك، والله كثر امثالك، يا وبيكم لربي أو يرفع العذاب عن هذه الأمة. لازم تروحي لهذا الراجل تبوسي له يديه وراسه ورجليه وتقولي له اسمح لي، تطلبي السماح وتشدي فيه وتغسلي له رجليه بالماء والملح كل ما يدخل الدار. هذا لازم كي تشوفيه تزغرتي عليه. هذا راه باطل يا عبد ربي. هذه بو مدفع سائلة من العفرون. هذه العفرون ربي راه يدفع العذاب على هذه البلدة كلها بمثل هذا الرجال، بمثل هذه الأفعال. رايحة توقف في التليفون تاع راجلها، هل أنا حارمة؟ محرمة عليه. إذا كان نوى لما قال لك نحرمك وكي مطلقة وكذا، إذا كان نوى الطلاق فقد وقع الطلاق، لأنه طلاق معلق على شرط. إذا وقع الشرط وقع المشروط. وإذا لم ينوي ذلك وإنما نوى التهديد والتخويف كما هو واضح فلا شيء عليك وراك مرته، ولكن اتق الله برك ما تخربي له في الهاتف تاعو. حسبنا الله ونعم الوكيل. عليه رايحة تخربي. كاين شي نساء راجلها دايرته تحت المجهر، لازم تعرف وين كان ومع من كان واش كان يدير. يا سبحان الله. كيما واحد النهار واحد حكاها لي هذا عبد، حكاها صح ولا ماشي صح ما رانيش عارف. دخل لدارو مرته صابت شعرها صفراء، قالت له شكون هذه البلونده هذه اللي كنت معاها؟ هو يضل يطلع طرولي، يشتو يروحوا في طروليات طاحت. واحد النهار واحد العام صابت شعرها كحله، شكون هذه السمراء والخمريه اللي كنت معاها؟ واحد النهار ما صابت والو، لا شعرها لا والو. قالت له شكون هذا الفطاصه اللي كنت معاها؟ يعني لازم تختار له امراه وتتهمه وتجعله في قفص الاتهام. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. سائل من العاصمة يقول: أنا رجل في 49 سنة من عمري، اقترفت ذنوبا كثيرة في شبابي، ورزقني الله تعالى بزوجة صالحة وأبناء الحمد لله ما شاء الله عليهم. خوفي أن لا يتقبل الله توبتي. انصح لي سيدي. أولا إذا تبت توبة نصوحة ربي يقبل توبتك. علاه ربي يقبل توبتك؟ تبع مليح. علاه؟ لأن ربي هو اللي قال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. سمعتها؟ هذه ربي هو قالها. وربي وعد ما يتجبر ولا يفعل ما يشاء ويختار، فعال لما يريد. فعال لما يريد، يعني كي يحب حاجة يديرها ربي سبحانه. وهو واش قال؟ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. خلاص، ما دام ربي قال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، علاه ما يقبلش توبتك؟ يقبلها إذا كانت توبة بشروطها الشرعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.